مصر في ال 129 على مقياس السعاده العالمي، ولا صدمنا ولا حاجه. انت صدمت يا عباس؟ ولا عباس صدم ولا حد صدم. انا بس عايز اقول لحضراتكم احنا رايحين فين. يعني مش بخوفك ولا حاجه، انا بس عايزين ايه، نبقى ماشيين مع بعض يا جماعه، تاتا تاتا، وشايفين الحكايه عامله ازاي. مصر المرتبه 129 حضرتك، اصل 140. هتبقى مصر في موضع تاني. ده عايز الاول اغني الناس. اوعوا تطلبوا من الدولة دي انها تتقدم ابدا، لن تتقدم. ما انا ما اقدرش ارد عليك حقيقة، ولا اخلاقي تسمح ان انا ارد عليك. صدقوني انا الحاجة دي غليت، شكرا مش عايزين. بس لو هنمشي كده نزيف طويل. انا صريح وما بخافش. يا ناصر انت يا خلبوط، هو انتوا فاكرين لما تتكلموا بالباطل هتخوفوني ولا ايه؟ لا عارف اكل ولا عارف اشرب ولا عارف اعمل ولا اي حاجه. بطلوا هري بقى، بطلوا هاري، ما موتوا في صمت، بس خلاص ما حدش يفتح بق. احنا مش عايزين نحكم، احكموا انتوا بس شيلوه. الظروف صعبة وانا بتكلم بمنتهى الصراحة. بس شيلوه. يعني احنا زدنا 14 مليون. انتوا تخلصوا، انتوا لسه بتخلفوا، يخرب بيوتكم، انا هعاقبكم. هو انتوا فاكرين الجواز ده حاجة بسيطة؟ انت لسه عايز تتجوز، يخرب بيتك، ده انا خليك سيكو سيكو. وفي ال10 سنين من 2011 للنهارده زدنا يجي 20 مليون. مش قادر. ليكم طلبات؟ طلبات ايه؟ بس اصبروا بقى. بس انا مش قادر. هتاكلوا مصر يعني؟ طلبات ايه؟ انا عامل اقصى من البيت، خربتوا البلد. انت مش محتاج تقول لي هات، انا لو اقدر اديك هديك من عيني. بس شيلوه. مش مطلوب تعيشوا، مش مطلوب تعيشوا، مطلوب بس شيلوه. خاف مش خاف، يعني تراجعوا عن الموضوع لان الامور خرجت عن السيطره. بس شيلوه. كده خربانه وكده خربانه. بس شيلوه. احكموا انتوا بس شيلوه.